السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا النهاردة عن محمد هاني لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر والظهير الأيمن الذي يصنع التاريخ. مع محمد هاني لاعب ما بتسمعلوش صوت سواء كان موجود في التشكيل أو خارج التشكيل، ودي حاجة مهمة جدا في لاعب كرة القدم، ومن وجهة نظري دي الحاجة اللي بتميز محمد هاني في مركزه، لأنه بيركز في الملعب بس. ودي حاجة مهمة إن اللاعب يكون تركيزه كله داخل الملعب. محمد هاني لاعب محمد هاني لعب في كأس العالم للأندية قدام عمالقة منهم نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس، ولعب على جناب نجم بايرن ميونخ وغيرهم من الأساطير ونجوم العالم. والحقيقة محمد هاني ظهر بشكل رائع جدا على الرغم من الهجوم اللي كان عليه من جمهور النادي الأهلي، لكن هاني رد على الجماهير بطريقته الخاصة وهي استعادة مستواه، وخلى جمهور الأهلي أطلق عليه المونديالي. محمد هاني مش بس بيجيد اللعب في مركز الباك رايت، ده لعب سنتر باك في بعض المباريات اللي وظفوا فيها كولر المدير الفني للأهلي. هاني عنده مهارة كمان في المراوغات، ويقدر يقدم حلول من خلالها، وبيعمل التاكلينج ولا أروع، وبيستخلص الكورة. ده غير إنه سريع في التحول من الناحية الدفاعية للناحية الهجومية. لكن هل التوأم حسام وابراهيم يكون ليهم دور في صناعة أسطورة جديدة للظهير الأيمن على الصعيد الدولي؟ أعتقد إن أنا هيستفيد كتير جدا من إبراهيم حسن، أفضل باك رايت في تاريخ منتخب مصر. واقتناع حسام حسن ما جاش من فراغ، وانتظروا نجم جديد في منتخب مصر اسمه محمد هاني. محمد هاني عنده رقم مميز جدا، هو أكتر لاعب مشاركة في الجيل الحالي بالمباريات مع الأهلي، لعب 316 مباراة وأحرز 5 أهداف وصنع 21 هدف. وإن شاء الله محمد هاني قدم مستويات كويسة مع المنتخب الوطني، وبإذن الله يكون أسطورة المنتخب ويقدم مباريات كويسة، لأن محمد هاني باك رايت على أعلى مستوى. وبالتوفيق لمحمد هاني.